ده واحد من الموبايلات الجديدة اللي نزلت السوق المصري قريب، البوكو سي 65. ده تقريبا من ارخص الموبايلات اللي موجودة حاليا، موبايل تحت او اقل من الفئة الاقتصادية وجاي فعلا بامكانيات ممتازة. ولو هنتكلم عن سعر الموبايل ده مقارنة بالامكانيات اللي بيمتلكها، فانت هتشوف فعلا الموبايل ده في حتة تانية. اكيد هنتكلم في كل حاجة تخص الموبايل ده، سواء الكاميرا او البطارية، اداء المعالج، كل حاجة، واقول لك سعره اكيد في اخر الفيديو ده كده. فصلي على النبي يا معلم ويلا بينا نبدا. طبعا اول حاجة هنبدا بيها هي الديزاين. ولو اتكلمنا عن ديزاين الموبايل ده فهتلاحظ ان الظهر هنا مميز جدا، تحس ان بوكو فعلا صرفت على شكل الديزاين ده. سطب الكاميرات شكله مبهر جدا الحقيقه، حتى لوجو البوكو هنا ما اتضافش بشكل عشوائي، تحس ان الديزاين ده اصلا هربان من الفئه المتوسطه او فئه عليا عموما. بجد الديزاين هنا فعلا شكله مبهر جدا. الفريم هنا فلات تماما، ما فيش نوع من انواع الكيرف، كونهم مش مريح قوي لكن بيفخم الموبايل، فاهم؟ الموضوع ده ترند اصلا في كل الموبايلات اللي نازله جديده، يعني لو انت ما عندكش علم بده. طبعا الماتيريال المستخدمه من البلاستيك بشكل كامل، وده اكيد المتوقع في الفئه دي. الاهم من كل ده طبعا ان دي حاجه مش بتبصم تماما. اوفر اول الديزاين هنا ممتاز. طيب بالنسبه للشاشه بقى، بدايه كده انت بتتكلم في موبايل فئه اقتصاديه، فاهم؟ ومش موبايل فئه اقتصاديه كمان، لا ده موبايل اقل من الفئه الاقتصاديه كمان، فما تتوقعش ديزاين شاشه يبهرك في الفئه دي. المهم انت عندك البيزلز هنا مش افضل حاجه اكيد، لكن كويسه بالنسبه لسعره. دروب نوتش وحواف كبيره نسبيا، بس ده بالنسبه للفئه السعريه بتاعته كويس جدا الحقيقه، فانت لازم تتقبل الموضوع ده. المهم الشاشه هنا اي بي اس بمساحه 6.74 انش، اتش دي بلس مش فول اتش دي للاسف، بفريش ريت بيوصل ل 90 هرتز. المميز في الشاشه دي هي حاجه واحده بس تقريبا، الفريش ريت اللي بيدعمها الشاشه فقط. وبما ان الفريش ريت هنا بيوصل ل 90 هرتز، فتوقع ده كويس جدا في السكرولنج، وهتواجه طبعا دروب فريم احيانا ممكن يحصل معاك، وده طبيعي في الفئه دي. لو هنتكلم بقى عن الاداء الفعلي للشاشه كجوده الوان والكلام ده، فانت طبعا قدام شاشه اي بي اس، فمش هتاخد التشبع اللي بتاخده من الشاشات الاموليد. وطبعا في سعر الموبايل ده ما تتوقعش ان هم يحطوا لك شاشه اموليد، مش هتحصل تماما. عايز اقول لك ان حرفيا في موبايلات ب 10000 جنيه بتنزل لسه بشاشات اي بي اس، علشان اوضح لك نقطه بس ان ده ما يعتبرش عيب كارثي من عيوب الموبايل، وانت هتتقبل ده اصلا لما اقول لك على سعر الموبايل في اخر الفيديو. اتقل معايا، شاشه من الاخر كويسه بالنسبه للمستخدم العادي. بروفيشنال بقى يا معلم والكلام ده لا، بالنسبه لك التجربه مش هتبقى افضل حاجه تماما في الفئه دي، مش بس في الموبايل ده، دي حاجه مهمه جدا. طيب بالنسبه للبطاريه، فالبطاريه هنا 5000 ملي امبير اور، وشاحن 18 واط. شاحن جاي في علبه الموبايل عادي، ولكن الشاحن اللي جاي في علبه الموبايل للاسف بيدعم لحد 10 واط بس، فانت لو عايز تستخدم ال 18 واط اللي بيدعمها الموبايل ده كاملين، تقدر تشتري شاحن تاني بيدعم المعدل ده. بالمناسبه العلبه هنا مش جاي فيها كفر نهائي، يعني ولا كفر رخيص ولا اي حاجه، راس الشاحن وسلك يو اس بي تايب سي. طيب لو هنتكلم عن سعه البطاريه، فانا عايز اقول لك ان سعه البطاريه فعلا عملاقه، وعايز اقول لك ان استهلاك الطاقه هنا قليل جدا. الموبايل اصلا ما فيهوش امكانيات بحيث ان هو يستهلك طاقه اكتر، فاوفر اول سعه البطاريه هنا كويسه جدا، وكمل معاك اليوم مرتاح جدا. سكرين اون تايم مش اقل من 7-8 ساعات. وبالنسبه للشحن يا معلم، فتاكد ان هو يشحن معاك ببطء، ده اكيد انت بتتكلم في فئه اقل من الفئه الاقتصاديه، فاهم؟ فما تتوقعش معدل اعلى من كده. بالنسبه للمعالج، شاومي في الموبايل ده استخدمت معالج من ميديا تك، وهو الهيليو جي 85 12 نانو، معالج ممتاز جدا في سعر الموبايل ده. هو معالج قديم نسبيا او قديم بشكل كبير، لكن اثبت كفاءته فعلا وما زال اختيار كويس جدا في الفئه دي. انا عايز اقول لك ان المعالج ده موجود في موبايلات اغلى من الموبايل ده في السعر. طب ممكن تستغرب الموضوع بتاع، لكن زي ما بقول لك كده فعلا، ودي نقطه تفوق اكيد في البوكو سي 65 ده بالنسبه للمنافسين. يعني في الاستخدام العادي سوشيال بقى والكلام ده، او بتتنقل مثلا بين ابلكيشنز والتاني، المعالج ده هيقدم معاك عادي. وبالنسبه لسخونيه الجهاز، لان في ناس كتير جدا بتسال على الموضوع ده، العاب تقيله بقى والكلام ده هتواجه سخونيه في ظهر الموبايل ده، وده الطبيعي. انت لازم تقارن موضوع الاداء ده اصلا بسعر الموبايل، فاهم؟ وبما اننا بنتكلم عن الاداء، فخليني اقول لك ان الموبايل هنا بيبدا ب 128 جيجا مساحه داخليه و6 جيجا رام. وبالنسبه للببجي بقى والكلام التقيل ده، تعالوا كده نشوف السيتنج اللي بيدعمها الموبايل او المعالج ده. هتقدر تلعب هنا على اتش دي على فريم ريت هاي، او سموز على فريش ريت الترا. عايز اقول لك ان السيتنج دي اصلا مش موجوده في موبايلات اغلى منه في السعر بجد بدون مبالغه، فتجربه اللعب كويسه الى حد ما. هتقدر تلعب عادي اكيد، لكن مش بالسلاسه الكبيره اللي ممكن تاخدها من اي موبايل تاني اغلى منه في السعر، فتجربه اللعب متواضعه. وده موبايل برده فئه اقتصاديه او اقل من الفئه الاقتصاديه زي ما قلنا، فما تتوقعش اداء خيالي. خليني صريح معاك واقول لك ان الموبايل ده فعلا هتواجه مثلا لاج، تقطيع، كل الكلام ده طبيعي في الفئه دي. المهم ان الموبايل هنا بيدعم الان اف سي، ودي حاجه فعلا كويسه جدا في سعر الموبايل، وبيدعم كارت ميموري، وده ما جاش على حساب حاجه. بمعنى انك هتقدر تركب شريحتين اتصال مع كارت ميموري في نفس الوقت، مش محتاج تضحي باوبشن او بشريحه مثلا علشان تقدر تستخدم الكارت الميموري، لا انت هتستخدم الثلاثه مع بعض عادي. وبالنسبه للسماعات، فالسماعات هنا طبعا مونو مش ستيريو، صوته احادي طبعا طالع من يمه واحده بس، تجربه الصوت هنا عاديه، فاهم؟ عندك مدخل 3.5 مللي لسماعات الاذن، دي حاجه كويسه جدا ان هو ما اتشالش. بالنسبه للسنسورز او المستشعرات كلها هنا بتعتمد على الهاردوير، التقارب والبوصله والى ما ذلك بيعتمد على السوفت وير. بالنسبه للكاميرات بقى، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8، وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل اف 2.4. نتيجه الكاميرات اللي طلعت من الموبايل ده بالنسبه لسعره ممتاز. كاميرا طبعا 50 ميجا بكسل مليانه تفاصيل، والكاميرا في الاضاءه العاليه بتديك صور فعلا يعتمد عليها، صور مقبوله كمعالجه والوان وديناميك رينج. وعايز اقول لك ان اهتمام شركه شاومي في الكاميرات هنا حقيقي
ملحوظ جدا. وبالنسبه للاضاءه الليليه مش هتكون افضل حاجه اكيد، لان ده اصلا سيناريو صعب على اي كاميرا موبايل، فاهم؟ يعني هتشوف نويز بقى وحاجات اكيد سيئه. تحديدا البورتريه، الموضوع فعلا كان غريب ان موبايل في الفئه دي او بالسعر ده يطلع النتائج دي فعلا. عايز اقول لك ان الصوره اللي طالعه من كاميرا البورتريه فعلا مبهره، بالنسبه لسعره فعلا دي حاجه بيرفكت. اوفر اول الكاميرات هنا كويسه جدا ويعتمد عليها فعلا. وتقدر طبعا تصور فيديو بكواليتي فول اتش دي او 1080 30 فريم في الثانيه. وبالنسبه لسعر الموبايل، عندك نسختين من الموبايل متوفرين في السوق، ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر حوالي 6500 جنيه، والنسخه الثانيه ال 256 مع 8 جيجا رام بسعر تقريبا 7500 جنيه. بس كده انا شايف ان الموبايل فعلا كويس جدا، ولو محتاج موبايل في الفئه دي فعلا الموبايل ده هيكون اختيار كويس جدا ليك. مفيش اي تنازل فعلا اقدر اتكلم عليه بالنسبه لسعر الموبايل ده. هو اكيد ممكن بس اللي يزعلك من الموبايل ده ان هو شاشته بس اي بي اس، لكن انت اكيد لو بصيت او اتجهت لمنظور السعر هتتقبل فعلا الموضوع ده وهتقول ان هو عادي. ده بتتكلم في موبايل سعره 6500 جنيه، ده اقل سعر فعلا ممكن تجيب بيه موبايل. انا شايف ان الموبايل فعلا كويس جدا. فلو انت لسه ما عملتش لايك ولا سبسكرايب ولا كومنت حلو لحد دلوقتي، اتمنى طبعا انك تنزل تعمل كل الحاجات دي دلوقتي. الحاجات دي بسيطه بالنسبه لك لكن بتفرق معايا جدا، سبب بقى انتشار الفيديو والكلام ده، انت اكيد فاهم حاجه زي كده. بس كده، شكرا، الحلقه الجايه على خير.